بالظبط. نرجع بقى لفتره الاضمحلال الاول في مصر، ووجهه نظري الكارثه اللي بيسموها ايه، القشه التي قزمت ظهر البعير، كاس العالم 2002 وما ادراك بكوارث كاس العالم 2002. انا بشوف احد اهم كوارث كاس العالم 2002 تعليق الكابتن مجدي عبد الغني. يا لهوي، كابتن مجدي عبد الغني يعني كان بيعمل حاجات. انا كنت صغير في كاس العالم 2002 ومع ذلك كنت ثانوي عام. ما انا بقول لك لا مش الفكره ان احنا بنضحك على الكلام اللي بيتقال واحنا صغيرين مش واعيين، يعني مش واعيين قوي للكلام اللي ممكن نقول له مذيع وكويس وخلاص. انت فاهم قصدي؟ بتتكلم في ايه؟ في ماتش برازيل وتركيا بالظبط. يقول لك واحد يقول لي روستو حاط ايه تحت عينيه، اقول له والله ما انا عارف. وكان لاعب اسمه حسن ساس يقول لك حسن شاش. كان الكابتن مجدي عبد الغني لا، وكان يقول لك ايه، كان بيتحدى الجمهور ازاي عيب. كان هيصفر على ايه؟ هيخلص الماتش دلوقتي ولا لا؟ هيصفر لا، الحارس هيشوط الكوره والحكم هيصفر. يوم الحارس يشوط الكوره عيب، مش قلت لكم خبره في الملاعب؟ طب يا عم تخيل. لا هو كابتن، تعالى نتكلم بصراحه، كابتن مجدي كان لعيب كبير على دماغي، لعيب كبير بس جدا. هو انتهى من اول ما مسك المايك، يعني هو اصلا مسك المايك منتهي. يعني بقول لك هو انا بقيت الحته المايله؟ هو في ايه؟ هو انا بقيت الحته المايله؟ الزمن يا زمن، ده انا وحش الوحوش. كانت كارثه. الغريب في الموضوع بقى ان هو يعني كان سيء جدا في 2002، وتحس ان هو ساب التعليق فتره ورجع بعد كده في 2014 و15 و16، مش فاكر في انهي سنه بالظبط، بس في الفتره دي وله حاجات خزعبليه. يعني هرجع لها واقول لك ليه حصل كده، هقول لك ليه، ايه اللي وصله المرحله دي. كان في برضه الله يرحمه كان كارثه من الكوارث اللي هو محمود رستم ده، مش هيتنسى التعليق بتاعه على هدف راؤول جونزاليز. سابنا 10 دقائق قاعد يقول انا فاكر 10 دقائق او 7 دقائق بيقول في اسم والكره مع راؤول جوناليزي، راؤول جونالاز، راؤول جونا قعد والكره تيجي في العارضه والدنيا في موال تاني. هو مصمم يجيب راؤول، في الاخر يا عيني ما عرفش يجيب اسمه ولا راؤول اسباني. طبعا صوت سيء جدا طبعا مالوش علاقه بالتعليق. فده وجهه نظري الكارثه. بس اقول لك على حاجه، هو كان كاس عالم مش كويس، يعني تعالى نتكلم دي حقيقه. دي حقيقه كمجمل كاس العالم، كاداء كروي وفني وتحكيمي وكل حاجه. تبعات وجت علينا احنا كمصريين. يعني ايه قرف كاس العالم ده قلب علينا احنا كمصريين في التعليق. تمام، خد بالك انت، احنا ماشيين خطوه خطوه ان في مرحله في ناس بتعافر لسه حلوين وظهر جيل، بس يا عيني خلاص السن، وفي جيل بيستلم جيل منيل ب 60 بالظبط. جيل اقل بكتير من اللي قبله، يعني طبعًا جيل يعتبر راضي. طبعًا احنا زي ما اتفقنا الجيل الرواد اللي هو التعليق المصري في مرحله الطفوله ومرحله التاسيس، بعد كده جيل النضج كابتن ميمي وكابتن حماده، بعد كده جيل الشيخوخه او جيل هنقول الرضاءه بقى في التعليق. بس كان في هم، بس لو تاخد بقى لو تتذكر يا زيزو ان كان الفتره القديمه سلمت كابتن ميمي كابتن محمود بكر، دول سلموا اللي بعدهم، هم برضو حاولوا يسلموا الجيل اللي بعدهم. افكرك فتره 2000 اللي هو قناه النيل لما كانت بتجيب اللي هو الجيل الشباب اللي كان طالع، تتذكر كان الادور أيوة. علي محمد علي، كان احمد الطيب، حاتم بطيشه، دول كانوا مجموعه طالعين مع بعض وكانوا بالزبط. كويسين، يعني معقولين. لو تتذكر كمان في حاجه كانت عظمه بتحصل، فكره ان اقول ايه، السلام النفسي، الناس اللي هي الناس الراقيه. كان في ماتشات لو تتذكر، ماتشات كبيره، تصفيات كاس عالم منتخب مصر 2001، كنت تلاقي كابتن ميمي الشربيني قاعد في كابين تعليق وجنبه كان اللي هي الفكره اللي عملوها فكره اتنين مع بعض في الكابين. فاكر كان بيدوا المساحه لمين؟ يعني للشباب اللي طالع، الشربيني، مدحت شلبي، كابتن حماده امام، عاطل مين؟ عاطل طارق الادور وحاتم بطيشه. هم اللي ماسكين الماتش كله، هم بس بيديلهم نبذه، تحس انهم بياخدوهم من ايه؟ من ايديهم. بس تعالى اديهم حقهم، الناس دي نجحت بدليل ان هم بعدها انتشروا. ومحمد بركات مع مرور الوقت ان شاء الله هياخدوا الثقه ويلعبوا شكل جميل. وادي على طول هنا بركات وجوه الجول، محمد بركات يحرز هدف التقدم المصري. الموهبه الفذه ونجم الدراويش يتقدم لمنتخبنا، فول يجيبها فين؟ هاتها من الشبكه يا لمين. قناه الفضائيه العربيه هم نجحوا، هي دي الكارثه، سابونا في وقت احنا كنا محتاجينهم فيه بالظبط. بس انا عايز اخص الاثنين، علي محمد علي واحمد الطيب، هما الاثنين عندهم اللجنه، بس بيعيب على علي محمد علي انه ملوش لازمه. يعني علي محمد علي لو انا قلت لك فكرني كده يعني شوف احنا لما قعدنا نتكلم على حماده امام في تيمات ومش بس كده، وتفتكر له اهداف، تفتكر له ماتشات. علي محمد علي فين وفين تعصر دماغك عشان تفتكر له تيمه او تفتكر له
هدف معين زعوا ذاعوا. بحاول صوته برضه. ما انا قلت لك ايه، هو ومحمد الطيب عندهم اللكنه. يعني كابتن احمد الطيب برضه عنده اللكنه. بس تمسك تيمه ليه؟ لا بس ما فيش مش هتلاقي له مش في حاجه معلقه معاك لعلي محمد لا علي. لا انت فاهم. عبد الله السعيد يلعب الكره اللي في العمق، وليد سليمان الخطا المتكرر صلحها حلوه يا ولد يا ولد على الهدف الملعوب، هدف اهلاوي سينمائي من محمد ابو تريكه. مش هتلاقي احمد الطيب يعني له بعض الحاجات، انت فاهم قصدي، بس برضه مش زي اللي قبله. بس انا وجهه نظري الكابتن احمد الطيب كان يقدر يبقى احسن من كده 1000 مره، بس الكابتن احمد الطيب اتجه تاني خالص، اتجه ترندات وان اترمى في حضن جمهور الزمالك بالظبط كده، وان اركب ترند اضرب بوست يقلب الدنيا بالظبط. طب ما الكابتن علي محمد علي زي معروف ان هو زملكاوي لدرجه ان هو وصل يعني الكابتن احمد الطيب لو تحس ان هو اصلا مثقف. طبعا دخل في طريق يعني هو مش عارف ليه بيعاند فيها. مش انت اللي تقول رب الكون ميزنا ميزه الرجوله والنفس، مش انت بالظبط. انا قابلها ما عنديش مشكله، بس ما تجيش منك انت يعني. ما اعتقدش ان الكابتن ميمي الشربيني يجرؤ يقول حاجه زي كده. لا ده حتى لو هي هتسمع وتطرقع مستحيل تطلع من ابو تريكه. والمنظر والله يذكرني باوكلاند سيتي وكاس العالم للانديه في اليابان، نفس اللقطه نفس الاخراج، ان شاء الله يكون نفس الهدف في نفس المكان. ابو تريكه اسطوره كره القدم المصريه العربيه الافريقيه. ابو تريكه الله عليك يا عم الناس، الله عليك يا عم الناس، يسعد كل الناس ويتقدم بقدم من ذهب بل من ماس. الله عليك، تسلم رجليك يا حبيبي. ابو تريكه يذكرنا بذكريات كاس العالم للانديه في اليابان، ويتقدم بهدف قد يكون دائما. فلو تتذكر بقى اللي عمل الازمه دي فكره ان ما كانش في اختبارات بالظبط. وهقول برضه نقطه تانية برضه في التوقيت ده بدات القنوات العربيه كانت لسه بتقول بتاخد نفسها بالزبط. يعني انت ماسك انت التعليق، ما عندكش انت غير قناه الاي ار تي. تمام. كان في الوقت ده انت كان عندك خالد الغول، عندك كان اللي هو المعلق وكان على الجزيره ده كان كابتن يوسف سيف. يوسف سيف كان هو الجزيره. تتذكر ان هي ظهرت نشوفها بعدها بكام سنه 2001 2002 تقريبا كانت بدا بس الجزيره دي كانت قناه واحده بس، وبعد كده 2 كان 2002 2003 مع بدايه الدوري. كان يوسف سيف الكابتن هو اللي كان يعتبر شايلها كلها بالظبط. يوسف سيف. وكان حتى لا وهقول لك على حاجه، احنا لو جينا مش عايزين هم بداوا بقى العكس، احنا بدانا من ازدهار للمحلال وبداوا من تحت لفوق. انا فكرت مين كان بيعلق في الجزيره الرياضيه؟ هشام الخلصي، هو مقدم برنامج عظيم بالظبط. فاكر كان مذيع ما كانش ايتو ديكو لرونالدينيو. وايمن جاده مفيش اي زيدان. حتى الاخضر بالريش كان وحش. كان مذيع مش كويس. بقول لك ايمن جاده الاخضر بالريش كان ده المعلقين كان نجم عندهم ساعتها. كان كابتن اللي انت لسه قايل اسمه من شويه، اسمه يوسف سيف. طبعا. وهو مذيع جميل وعظيم. كان عظيم. انا بتكلم ان شوف احنا بادئين من الهرم وبننزل. القنوات العربيه لا هي بدات من تحت لفوق بالظبط. وعشان كده لحد دلوقتي المعلقين عندهم رقم 1، عندهم احتراف في التعليق. بس انا بشوف برضو ان دي يعني الامكانيات الماديه كانت جزء كبير من ممكن لان هم مثلا بياخدوا من تونس عصام. بس لا يعيبهم لا يعيبهم طبعا. وطبعا لما خدوا من مصر خدوا الكابتن العظيم حماده امام. يعني حماده امام راح الاي ار تي الاول، بعد كده راح في الدوري الانجليزي. راح هو كان مع الدوري الانجليزي على طول هو كان ورا الدوري الانجليزي. فالله يرحمه لا كان برضو عندهم نظره. وخدوا عندك من مصر برضو الجيل اللي بقول لك عليه اللي كان هيشيلنا احنا في التعليق. احمد الطيب ومحمد علي بالظبط. وبطيشه راح دوري الجزيره الرياضيه بالظبط. وخدوا عصام عبده بعد كده ظهر بعد كده عصام عبده. فسابوا لك حاجات يعني احنا كنا وقتها كان 90 مليون ولا 100 مليون. حرام ما فيش عندنا مفيش اختبارات. فبقول لك ان نرجع بقى ايه الفكره اللي خلى ماسوره معلقين احنا مش فاكرين اساميهم. بنتخنق واحنا بنسمعهم وكتير فين وفين لما تعرف اسم واحد. يعني انا لما نرجع لفتره كده افكرك بحد انا لسه فاكر اسمه امبارح. انا هحكي لك قصته بس لما اوصل له. فكره القنوات الفضائيه الكتير اللي طلعت هات من غير اي حاجه، مش في دماغهم الدوري على قد ما انا بملى قناه. نرجع تاني وكان معتمد لان كان النجوميه كلها في الفتره دي كانت مصر كلها بتحب الاستوديو الايه التحليلي. ده حقيقي. الاستوديو ده كان رقم 1 عند المصريين وكله عايز يعمل استوديو. كله ده الناس كانت عايش موضوع التحليل دي. فنسوا الايه في الفتره اللي نسوا الايه التعليم. فدي كانت مش هقول بقى المحلال، دي كانت فتره النكسه بسميها النكسه نكسه التعليق. مع العلم يا زيزو ان انت عينك بتروح للجزيره الرياضيه والاي ار تي وقتها بسبب المعلق. دي حقيقه.
المعلق ده حقيقي. ده يعني كان المعلق كان بيفرق معايا والله. طب انا اقول لك على حاجه بمناسبه الجزيره دي والكلام ده. انا فاكر مره تعليق الكابتن حماده امام، معلش انا برجع له ان هو حبيبنا يعني. كان ماتش ليفربول وجد، كان الماتش كان 1-1 وضربه ثابته في اخر هو عطولي بطن رجل عم جيرارد شاطها وجابها جول، وهوبا وجوه جول ستيفن جيرارد. تمام اقول بطن رجل ستيفن جيرارد. كان بصراحه كان جميل. افكرك جميل بواحد جميل. بقى هو كان بيعشقه، انت مش تتخيل، كابتن حماد امام في الدوري الانجليزي كان بيعشق لينون. يا لينون يا لينون يا لينون، وكلام جامد. كلام جامد طبعا. كلام جامد. لا كابتن حماده يا الله. فانا بقول لك ان يعني حق في الماتش سواء في الجزيره الرياضيه او في الاي ار تي وقتها، لو تتذكر الجزيره الرياضيه عملت حركه ان في ماتشات في دوري المجموعات في ابطال اوروبا، كان لو تلاحظ بسبب اهميه التعليق بتدي الماتشات الضعيفه لمعلقين كبار، لان عارفين ان في ناس بتحب تسمع بالزبط. يعني كان في ماتشات مثلا تلاقي مثلا ماتش مع احترام كل الفرق، توتنهام واستهام، انا كنت بشوف في معلقين كبار بيذيعوا توتنهام واستهام. انا ده في الدوري الانجليزي، انا بكلمك لا ده ديربي، انا بكلمك في دوري ابطال اوروبا في المجموعات. كان في ماتشات مثلا تلاقي مثلا ايه، وليكن مثلا هنقول مثلا مين، هات لي نادي كده مثلا بنفيكا مثلا وكلوب بروج مثلا، كلوب بروج مثلا اعتقد، وفي مثلا ماتش ريال مدريد ومثلا وفريق تاني بايرن مثلا او في المجموعات. فكانوا في اوقات بسبب اهميه التعليق يدوا ماتش اللي هو بنفيكا وبروج، يدوا له عصام الشوالي، لحفيظ دراجي، يدوا لرؤوف بوخليف، تمام. عشان يجيبوا مشاهدات للماتش ده. والماتش اللي هو اصلا اوريدي الناس هتتفرج عليه بحكم اسم النادي واسم الفريق واسم النجوم اللي فيه، بيحطوا، مش هقول بقى معلق، مش هقول لا هم يكونوا معلقين كويسين، كان بيحطوا معلق عادي مش هو نجم الماتش، لا كان بيحطوا معلق تاني كبير. فهم عرفوا اهميه التعليق، احنا ما عرفناهوش. طبعا. لا حتى بدليل ان هم كانوا بيبصوا يعني مثلا في سواء ار تي او الجزيره وكده، او فيما بعد بقى كده بقناه بي ان وكده، بيشوفوا في تونس عصام الشوالي، رؤوف بوخليف، هم دول احسن 2 توانسه بيذيعوا هاتهم. في مصر مثلا كابتن حماده امام واللي طالعين علي محمد علي واحمد الطيب هاتهم. الجزائر حفيظ دراجي هاتوا. في السعوديه مش عارف كان في مذيع سعودي كان عبد الله الحربي، كان كويس جدا وبيذيع في السعوديه كويس جدا. وكان فارس عوض هاتهم. كان في علي سعيد الكعبي هاتوا. كان في معلق مغربي انا بحبه جدا برضه، لهجته حلوه قوي، هو لسه مش جواد بدة. انا بحبه جدا. جواد بدة كويس جدا برضه. فاصل لك ان هو كان بيجيبوا الافضل من كل بلد ويجيبوه ويعلقوا، عشان كده عشان هم عارفين اهميه التعليق وازاي ان المعلق بيرفع من رتم الماتش وبيحمس المشاهد ان هو يكمل الماتش. احنا كده قلنا ان برضه احنا بناخد نرجع بالتوازي. فتره ما احنا كنا بنقع كانت لسه في مرحله الانشاء في التعليق العربي، وما شاء الله عدوا خلاص. هم يعتبر على فكره هم بداوا اساسا، ما انت بتقول بداوا من تحت، بس كانت بدايه قويه واستمروا. كان عندهم مشروع متكامل من زي ما بيقولوا كده، عارف انت بقول لك كلمه عندنا في مصر من الابره للصاروخ. ايوه. عارف في كل نقطه هيختار انهي دوري، هيركز على ايه، هيجي المعلقين ما سابوش حاجه، استوديو تحليل هنجيب مين يحلل بالظبط، اللي هو بيديك المتعه الكرويه الكامله. ده انت لو تفتكر كانوا بيجيبوا من زمان، كانوا بيجيبوا من بره اكتر من دلوقتي. بالظبط. يعني بيجيبوا محللين اجانب اكتر من دلوقتي، ولاعيبه الكوره عالميين اكتر من دلوقتي، لحد ما تقل المحلل العربي بالظبط واديله الفرصه. لا بالزبط. انت يعني لا مشروع متكامل.